طبعا الدنيا كلها مقلوبة على ماتش الأهلي والسيراميكا وضربة الجزاء اللي هي أصلا يعني مش هنتكلم عليها لأنها باينة وواضحة للجميع إن هي ضربة جزاء. ولكن ربنا له حكمة إن يعمل حكم إنه ما يحسبهاش ضربة جزاء. أولا الأهلي ما يستحقش يكسب، الأهلي أصلا ما يستحقش التعادل. عايز أقول لك إن الأهلي مش خسر نقطتين، الأهلي كسب نقطة. السيراميكا هو اللي خسر نقطتين. علي ماهر يستحق المكسب في المباراة دي. الأهلي ما يستحقش حتى نقطة. الشناوي آسف شوبير تعامل خطأ جدا مع الجون، هو المتسبب في الجون، المتسبب الرئيسي. كل لعيبه الاهلي مغيبه، محمد هاني مش موجود، زيزو مش موجود، يمكن بن شرقي هو اللي كان على فترات موجود شويه. تريزيجيه صفر، صفرين، 10 اصفار تريزيجيه. كل الناس النهارده في الاهلي مش موجوده، مغيبه، بيلعبوا بعشوائيه شديده جدا. الاهلي لا يستحق اي حاجه كويسه. الاهلي ما يستحقش حتى دعم الجمهور. ضربه الجزاء اكيد ضربه جزاء مش هنفتي فيها كتير. وانا نفسي اعرف الحكم ما حسبهاش ليه، لان طبيعي انا مهما كنت سيء ولكن اديني حقي، اديني حقي واحسبها لي ضربه جزاء. ولكن حكمه ربنا ان الكره دي ما تتحسبش ضربه جزاء والاهلي فعلا يتعادل، عشان خاطر الاهلي سيء ما يستحقش. ثانيا لان برضو ماتش الاهلي والسيراميكا في كاس السوبر، آه، اعتقد ان الاهلي برضو حصل له كره زي دي، نسخه بالكربون، وبرضو الحكم ما حسبهاش. فهي دي زي دي. فكده سيراميكا يعتبر خد طاره بالكره دي من الاهلي. هارد لك لجمهور الاهلي العظيم، اللي هو الوحيد اللي صعبان عليا. جمهور الاهلي هو الوحيد اللي صعبان عليا. الزمالك يستحق الدوري بس يستمر على نفس المستوى. الزمالك يستحق بروح لعيبته واصرارهم ومجهودهم الكبير جوه الملعب. انما الاهلي عشوائيه ومجهود على الفاضي، يعني جري بلا هدف، جري بلا هدف. فانا نفسي حد يقول لي الاهلي بيلعب ازاي، الاهلي ايه طريقته، الاهلي واقف ازاي. مفيش، ناس بتهاجم وناس بتدافع، ولا المهاجمين بيساعدوا المدافعين ولا المدافعين بيساعدوا المهاجمين، ولا حارس المرمى عارف يقف، ولا اللي بيهاجم عارف يهاجم، ولا اللي بيدافع عارف يدافع، ولا اللي بيدير من بره عارف عارف يدير. ولكن بجد بجد يعني انا حتى غيرت المحطه، جبت القناه البايرن وريال مدريد، اتفرجت 5 دقايق عينيا زغللت من نظافه الملعب ومن نظافه اللعيبه ومن اسلوب اللعب الكويس. رجعت تاني الماتش الاهلي كنت عايز ارجع من اسلوب اللعب. لا لا لا، فرق السما عن الارض يا جماعه. ربنا يسترها علينا في كاس العالم من مستوى اللعيبه دي. لو اللعيبه دي ظهرت بنفس المستوى ده مع المنتخب هتبقى كارثه. ربنا يسترها يا رب. وهارد لك مره تانية لجماهير نادي الاهلي الكبيره، وربنا يتمها على خير لنادي الزمالك ان شاء الله. سلام.